محمد علي باشا يعتلي قمة قلعة القاهرة الحصينة، قلعة تمنح من يحكمها القوة والإحساس بالمنع، قلعة تجعل من يسكنها يرى الأشياء صغيرة وإن كبرت على الأرض. هو أعلى مكان في القاهرة، هو مكان كان بعيد عن القاهرة الإسلامية، يصعب على المتظاهرين أن يصلوا إليه، كانت مقرا الحكم باستمرار إلى أن جاء محمد علي. والغريب رغم أن اسمها قلعة صلاح الدين، لكن في ارتباط كبير بينها وبين محمد علي، ربما لأن قصر الجوهرة مقر الحكم بتاعه ما زال موجود فيها، ربما بسبب جامع محمد علي. إلى الآن في الأجيال المصرية الجديدة بتعرف أنها اسمها قلعة محمد علي وليست قلعة صلاح الدين الأيوبي. نجح محمد علي في أن يستقر بالفعل وأن يتقبل الباب العالي ويتقبل السلطان وجوده في كرسي ولاية مصر، فبدل من أن تحاول عزله، وقد حاولت الدولة عزله بالفعل، أبقت عليه، وجدت أن وجوده بهذه القوة وهذه المتانة في الكرسي ولاية مصر أهم للدولة من مسألة عزله، فاستمر. وأصبح من خلال دراسته لأوضاع مصر السياسية وإمكانياتها البشرية والمادية يدرك أن مصر هذه من الممكن أن تصبح قاعدة لملك عظيم فيما لو أمسك بزمام الحكم فيها. فيضان بتاع سنة 1808 كان قليل، مقياس النيل كان هابط والمية قليلة، فمحمد علي قرر إيه؟ إن هو يخفف الضريبة عن الملتزمين. الملتزم اللي هو إيه؟ جامع الضريبة، وبشرط إيه؟ إن الملتزمين يخففوا الضريبة عن الفلاحين، لأن هو اللي بينه وبين الفلاحين الملتزم. موضوع زي كده لازم يعرضوا على مين؟ عمر مكرم، طبقا للوصاية. عمر مكرم رفض إيه؟ الفكرة. وافق على عمر مكرم، كانت موافقته على إيه؟ إن هو يخفف الضريبة عن الملتزمين لكن ما تخفش عن الفلاحين. محمد علي قالوا طب تعالى ايه اطلع لي في القلعه ومقر الحكم في القلعه عشان نتفاهم يعني. عمر مكرم قال له انزل لي انت، يعني كده بالطريقه دي. وعمر مكرم قال لي بقى، قال لك سوف انزله من القلعه كما اجلست فيها، لان انا اللي عينته، فانا هنزله منها، يعني معناها هعزله. فمحمد علي استجاب. وجد من يناوئه في السلطه، وبالتالي لما بعت له عمر مكرم وقال له تعالى نتفاهم مع بعض في البيت، استكبرها قوي، وازاي انا اللي بقيت دلوقتي خلاص لبس الشخصيه الحاكمه، وبالتالي ازاي هيروح لعمر مكرم، وحس ان عمر مكرم ده هيمثل له شوكه في جنبه اذا هو استمر. محمد علي الاول كان عامل حساب على عمر مكرم ونقيب الاشراف وشغلانه طويله، يعني عامل له حساب. فلما نفس الشيوخ دولت اللي حواليه قالوا يعني ده راجل عادي زي، قال لك خلاص بقى دوس بقى. فتعامل المجلس واحرج عمر مكرم، فظهر عمر مكرم امام المجلس بمظهر الانسان اللي هو غير رحيم، يعني هو يرضى يخفف الضريبه عن الملتزمين وما يخففهاش عن الفلاحين. فشل عمر مكرم. الحاكم الفرد لا يقبل الانداد، والأنداد السابقين بالنسبة له عليه أن يتخلص منهم، إلا من يثبت منهم يقينا بعد ذلك أنه انتقل من الندية إلى المرؤوسية. أنا الوحيد اللي أقدر أخدم، أنا الوحيد اللي أقدر أنفع. كلما قعدت في السلطة زيادة بيخليك تتوحد مع هذا المكان، وأي حد يلمسك أو يقرب منك أو إن هو يخدش أو يحتمل يكون خطر على هذه السلطة، التخلص منه واجب بدون أي نوع من التعهدات أو الميثاق أو الإخلاء أو أي شيء. طبعا اللي جه بعد كده انتهى، ما هو خلاص من علمك الحكمة قال له رأس الذئب المعلق. جولة وراء جولة خاضها محمد علي لينفرد بالسلطة في مصر، وهو في انتظار الفرصة المناسبة لجولة أخيرة حتمية ضد المماليك. المماليك ابتدت قوتهم تظهر تاني، وابتدوا يسترجعوا قوتهم ويجمعوها ويحاولوا ان هم يشوفوا ايه الشخص الجديد ده هو اللي ابتدى يرسي قواعد جديدة ويجيب أعوانه وأهله، ودول ناس أغراب جايين يلعبوا اللعبة المملوكية اللي كان المماليك تمارسوا عليها لمدة 300 سنة.
ده كان التحدي، ازاي ان انا اتخلص من المماليك اللي لسه عندهم قوة عسكرية كبيرة، واللي انا خايف ان هم يتحدوا تحت لواء واحد ويتخلصوا مني. والناحية تانية اواجه التحدي العثماني ومطالباتها ليا ان انا اتخلص من الوهابيين. عبقرية محمد علي جت سنة 1811 اما قرر يضرب العصفورين دول بحجر واحد. ضياع الحرمين الشريفين من قبضة السلطان العثماني يحرمه من سلطته الدينية على العالم الإسلامي، وكانت هذه المسألة مهمة جدا للسلطان. فلذلك أمر محمد علي أن يخرج بجيشه وأن يقضي على الدولة السعودية وأن يستعيد الحجاز والحرمين الشريفين إلى حوزة الدولة العثمانية مرة أخرى. فرحب بالدعوة ولقاها فرصة للتخلص من المماليك، فرتب خلى الحملة بقيادة ابنه طوسون. وده علامة قوية جدا لاسطنبول ان الحملة دي هي مش ضحك وهزار اللي بيها، انه بيعين ابنه فلذة كبده كقائد للحملة، وانه عايز كل القادة المماليك 400 امير مملوكي ييجوا يحضروا هذا الاحتفال المهيب في القلعة. ايه والاختيار ايه بقى؟ في دهاء غير معقول. يوم الجمعة 1 مارس سنة 1811، يوم الجمعة. يعني ناس بتستعد بقى لصلاة الجمعة ومش عارف ايه وكلام من ده، وده داعيهم علشان يتبحروا. محمد علي أطاح بقوة اجتماعية أعاقت تطور مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لقرون. حركة هو أدرك أهميتها العسكرية والسياسية، إنما حاجة هو عمره ما ارتاح ضميره ليها، وفضل طول حياته مش قادر يشير إليها. في اضطراب نفسي اسمه بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، الكرب التالي للصدمة. الواحد لما يتعرض لان هو بيعمل حاجة فيها قسوة شديدة جدا بيجيله بعد كده امراض نفسية شديدة قوي. ولكن في ناس بقى
الصدمات دهيت عندهم نوع من الصمود، ان هو يقوم بالعمليه دهيت ويكررها تاني من غير اي مشاعر تجيله. محمد علي لما تصرف هذا التصرف اعتبره مملوك، واجه المماليك باعتباره مملوكا بنفس اساليبهم. أدرك النموذج المملوكي إن يبقى في بيت مبني على شخص، على باشا، وعنده حريم وعنده خدم وعنده قوام عسكري. اللي عمله محمد علي بشكل جديد إنه هو احتكر السلطة، فبقى بقضائه على المماليك وإبادتهم بشكل حقيقي ما بقاش في مصر غير بيت واحد، هو بيت محمد علي. أمينة زوجة محمد علي فضل محمد علي مخلص ليها طول حياتها. على قد ما محمد علي كان شخصيته قوية، فهي قدرت تقف قدامه، كانت مدركة قد إيه هو بيحبها بس كمان بيحترمها. بيركهارت الرحالة السويسري المشهور بيوصف تأثير مذبحة المماليك على بيت محمد علي من الداخل، وبيقول إنه حتى إبراهيم وطسم ما كانوش يعرفوا. محمد علي خطط للمذبحة مع محمد لازغلي اللي هو له ميدان هنا، هو اللي هو كان نائب بتاعه. أما الأخبار المذبحة وصلت لأمينة زوجته ما صدقتش، استبشعت هذا الفعل وامتنعت عنه لحد ما ماتت. أنا يعني مندوب العناية الإلهية لإنقاذ هذا البلد. هؤلاء ظلموا المصريين، قتلهم حلال، ده قتلهم يخليني إن أنا أخش الجنة. أخلاقيا قتل أي إنسان أيا كان السبب غير مقبول. ما عنديش سبب يبرر لي قتل إنسان آخر. الصراع على السلطة لا يعرف الأخلاق. إذا وقعت الحرب فلا تتحدث عن الأخلاق. الحرب نفسها عمل لا أخلاقي. يخطئ من يتصور أن هناك منافسة شريفة. في حاجة اسمها منافسة شريفة؟ المنافسة دي معناها شيل رجلك أما أحط رجلي. أدي المنافسة، يا أنا يا أنت، يا غالب يا مغلوب. مفيش منافسة بالطبطبة، مفيهاش أي شرف نهائي. فالصراع على السلطة معناه الانفراد، وفي الطريق إلى هذا أنت تطيح بكل من يصارعك عليها أو ينافسك عليها أو حتى يكون عدو محتمل، فأنت تأيده وهو في المهد.